فتفويض السلف الصالح وتفويضنا نحن كذلك يختلف عن تفويض ما يسمون أنفسهم الآن بالسلفية والوهابية. يختلف تفويضنا، يختلف عن تفويضهم. تفويض السلف الصالح والسادة الأشاعرة والعلماء، التفويض معناه تفوض الحقيقة والعلم إلى الله تبارك وتعالى، يعني ويبقى وجه ربك. تقول هذه الآية قرآن كريم أؤمن بها، لكن ما معناها؟ ما حقيقتها؟ أفوضها إلى الله تبارك وتعالى. لكن تفويض جماعة يقول أن الله له وجه يثبت لله الجارحة، يثبت لله وجه، لكن الكيفية يفوض الكيفية. كيف هذا الوجه؟ كبير، صغير، عريض، يفوض الكيفية فقط. فلا بد أن تفهم هذه المسألة فهما دقيقا. تفويضنا وتفويضه مختلف. تفويض السلف الصالح كان يقول أمروا الآية كما جاءت، أمروها كما جاءت، كما كان يقول الإمام مالك بن أنس. كان إذا قرأ الآيات المتشابهات يقول أمروها كما جاءت، أقرأوها وأثبت أنها قرآن كريم، لكن معناها وحقيقتها أفوضه إلى الله تبارك وتعالى. لكن تفويض ما يسمون أنفسهم بالسلفيين والوهابيين في هذا الزمان يختلف عن تفويض السلف الصالح وعن تفويضنا. هم يقولون أن الله له وجه يثبت الجارحة، لكن ماذا يفوضون؟ يفوضون الكيفية، كيفية الوجه يفوضونها. هل الوجه كبير، صغير، طويل، عريض؟ هذا الشيء يفوضونه. يد الله فوق أيديهم، يثبتون لله جارحة، يثبتون أن لله يد جارحة، لكن يفوضون الكيفية. هذا اليد كيف؟ من لحم، من دم، كبيرة، صغيرة، يفوضون الكيفية، لكن يثبتون الجوارح. فالآن يثبت لله اليد، يثبت لله الوجه، يثبت لله الساق، يثبت لله الجنب. يا حسرة على ما فرطت بجنب الله. يثبت لله الجنب، يثبت لله الأصابع، يثبت لله القلب، يثبت لله الشعر، يثبت لله الأسنان. ففي آخر المطاف سيصلون إلى التجسيم. في آخر المطاف سيصل إلى التجسيم. يصبح أن الله جسم، لأن له وجه، له يد، له عين، له ساق، له جنب، فيصلون في الآخر إلى التجسيم. فيقول أن الله جسم، لكن كيفيته لا أفوضها إلى الله تبارك وتعالى. لازم تفهم هذه القضية جيدا، لازم تفهمها. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa mazhab Asy'ariyah ini adalah sudah ada pada masa salaf. Cara memahami, menyerahkan makna ayat ataupun makna hadis-hadis mutasyabihat versi kita orang Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah ini berbeda dengan sekelompok yang baru datang hari ini, yang mereka menamakan diri mereka itu dengan kelompok Salafi Wahabi. Mereka bedanya antara pemahaman kita dengan